عاشت شوارع عدد من المدن الجزائرية على وقع احتفالات حاشدة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وذلك على خلفية إقصاء المنتخب المغربي بشكل رسمي من بطولة إفريقيا لكرة القدم إثر هزيمته في دور الثمن أمام منتخب البافانا. وفي ذات السياق تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق للاحتفالية الكبيرة التي شهدتها مدن جزائرية عديدة من قبيل وهران وعنابة وبجاية والجزائر العاصمة وباتنا والمدية ليلة أمس الثلاثاء، فرحة بخروج المغرب من منافسة الكان على يد منتخب جنوب إفريقيا، وهو الأمر الذي يفسر مدى سيطرة العسكر على عقول الشعب الجزائري المغمور ونجاحه في جعل المغرب عدوا تقليديا يحزن لفرحه ويفرح لحزنه. صحيح أن خروج الجزائر من نفس المنافسة القارية أعقبته موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، لكن الأمور لم تصل حد الخروج للاحتفال في شوارع المملكة، لأن المغاربة واعون كل الوعي بأن التقشاب حد ساعة، وهي مسألة مألوفة في كل المنافسات الرياضية عبر العالم، لكن أن تخرج دولة بأكملها إلى الشوارع بسبب مباراة في كرة القدم فذلك يعني أن المصاب جلل، وأن الجرح عميق، وأن العقدة مستمرة جيلا بعد جيل. في مقابل ذلك تفاعل نشطاء عرب مع هذه الواقعة المضحكة بكثير من السخرية، مشيرين إلى أن ما حصل في شوارع الجزائر بسبب إقصاء المغرب كرس من جديد الصورة النمطية التي ترسخت لدى العرب والغرب وكل دول إفريقيا عن بلد مريض اسمه الجزائر. نعم، الجزائر التي لم يخرج ولو فرد منها نصرة لغزة لما خرج كل العالم مستنكرا العدوان الإسرائيلي عليها، لكنها في مقابل ذلك لم تجد حرجا أن يخرج كل أفرادها إلى الشوارع لمجرد إقصاء منتخب جار من منافسة تسمى بطولة إفريقيا لكرة القدم.